بونسوار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض درس مهم جاي في امتحان شهر فبراير، اللي هو درس كي الاستفهاميه وكي برونون ريلاتيف. يعني كي انتروجاتيف الاستفهاميه وكي برونون ريلاتيف اللي هو ضمير الوصل او اداه الوصل. كي اللي احنا عارفينها اللي هي معناها من، تمام كده. هي هنا بتاخد شكلين، بناخد شكل في الاستفهام او في السؤال، وبناخد شكل في ضمير الوصل، وهنشوف مع بعض ازاي. اول حاجه الكي انتروجاتيف او الكي الاستفهاميه للسؤال عن الفاعل او عن شخص. ازاي؟ كي في لو ديفوار، مين اللي بيعمل الواجب؟ هتبقى الاجابه ايه؟ علي في لو ديفوار، علي بيعمل الديفوار. ممكن كي يتيل، مين هو؟ من ها او من هذا او مين هو؟ ايه المعنى هو؟ هتبقى إيلي لو بروفيسور. ده الشكل العادي اللي احنا عارفينه، اللي هو بيجي في اساليب الاستفهام، وكي ومعناها من. تمام. طيب، عندنا هنا الكي برونون ريلاتيف، دي جديده علينا. وهنا الكي واخده شكل برونون ريلاتيف ومعناها الاسم الوصل او اسم الربط. الذي معناها الذي، بالعاميه بنقول عليها اللي. ازاي؟ مثلا لما نقول ايه؟ سي عمر كي بارل، يعني معناها هو ده عمر اللي بيتكلم، او هذا عمر الذي يتكلم. لما نقول les joueurs qui gagnent le match sont contents، les joueurs qui gagnent le match sont contents، ومعناها هنا اللاعبين اللي كسبوا الماتش او فازوا في الماتش بيكونوا سعداء. اللي او الذين، وكي تنفع مع المفرد وتنفع مع الجمع. Ce sont les enfants qui jouent au football، يعني هما دول الأولاد اللي بيلعبوا au ballon، أسفة، بالكورة. Ce sont les enfants qui jouent au ballon، جو هنا آخرها ENT عشان دي enfant. تمام كده. وزي ما قلت لكم طبعا هنحل دلوقتي أسئلة وهنعرف الفرق ما بينهم. كي معناها من، ماشي، و دي بشكل الانتروجاتيف، بشكل السؤال، لازم يكون في سؤال. اما كي رولاتيف او البرونو رولاتيف ما بتجيش معاها سؤال، بتاخد عادة بتبقى في نص الجملة وبتربط ما بين جملتين، والجملتين لازم يكون فيهم الفاعل اللي عمل الموضوع. زي ما قلت كده سي عمر كي بارل، يعني معناها ايه؟ عمر الذي يتكلم. مين الفاعل هنا؟ عمر. ومين الفاعل؟ فعل بارلي اللي بيتكلم، يبقى ده عمر اللي بيتكلم. تمام كده. كده هنشوف امثله على دي وعلى دي علشان ايه نميز ما بينهم كويس جدا. عندنا هنا ترانسفورم كي انتروجاتيف وكي برونون ريلاتيف. يعني ايه؟ يعني حول من الانتروجاتيف للريلاتيف عن طريق الاستخدام الجمل اللي قدامك. عندنا هنا كي جو او فوتبول، طبعا دي كده دي طبعا باينه قوي انها هي ايه؟ استفهاميه او انتروجاتيف. مين اللي بيلعب الفوتبول؟ يعني مين اللي بيلعب الفوتبول؟ ممكن اقول ايه؟ الاجابه هتكون مثلا علي. لو احنا عايزين نستخدم البرونون ريلاتيف هنقول علي كي جو او فوتبول، علي اللي بيلعب بالفوتبول. تمام كده. يبقى احنا كده حولنا الكي الاستفهاميه اللي هي انتروجاتيف لكي برونون ريلاتيف، وخليناها هنا كده علي كي جو او فوتبول، ومعناها علي الذي يلعب بالكره. هنا مثلا كي نا با في لو ديفوار، مين اللي ما عملش الواجب؟ مين اللي ما عملش الواجب؟ هقول مثلا ايه؟ هقول مثلا ايه؟ احمد كي نا با في لو ديفوار، احمد اللي ما عملش الواجب، احمد الذي لم يعمل الواجب. يبقى دي كده الفرق ما بين الكي الاستفهاميه الانتروجاتيف والكي برونون ريلاتيف، الكي الرابطه او الكي اداه الوصل اللي هي معناها الذي. هنا عندك سؤال بيقول لك ايه؟ ايدونتيفي لو جور دو كي ريلاتيف او انتروجاتيف. معناها ايه؟ معناها ميز ما بين او وضح ما بين الفرق ما بين الكي الريلاتيف او الانتروجاتيف. يبقى احنا كده مبدئيا عشان خاطر نطلع الانتروجاتيف الاستفهاميه لازم يكون في ايه؟ في سؤال زي كده مبدئيا.
تمام، دي اول اشاره لينا. لما اقول مثلا كي جو او فوتبول، مين بيلعب كره القدم، وفي سؤال ومين بيلعب كره القدم، يبقى دي على طول ايه؟ انتروجاتيف، يعني استفهاميه. لما اقول كي ريوسي على الاكزامان، يعني مين اللي نجح في الامتحان، ده طبعا سؤال وفي عندنا اداه استفهام، يبقى دي برضو كي انتروجاتيف، دي كي استفهاميه. طيب اما اقول لك بقى ايه؟ les joueurs qui ont gagné le match sont contents، يعني ايه؟ اللاعبين اللي كسبوا الماتش يكونوا سعداء، هم سعداء. طبعا انا قلت اهو اللاعبين الذين الذي، يبقى كي دي طبعا دي ريلاتيف، يعني اسمها ايه؟ اداه، ثواني كده، اسفه على التعطيل، اللي هي ضمير الوصل اللي بيوصل بين الجملتين. لي جوور كيون غاني لو ماتش سون كونتون، يعني اللاعبين اللي كسبوا الماتش بيكونوا سعداء. زي برضو هنا اخر حاجه، اخر مثل عندنا هنا سي لاربيتر كي ديريج لو ماتش، يعني هو ده الحكم اللي بيدير الماتش، هذا الحكم اللي بيدير الماتش. يبقى احنا كده لاحظنا حاجه مهمه قوي، ان الكي الريلاتيف اللي هي ضمير الوصل او الربط بتبقى عاده في نص الجمله، والفعل بيبقى موجود والفعل موجود برضو. اما الكي الانتروجاتيف الاستفهاميه بتبقى موجوده في اول الجمله، ولازم يكون في علامه استفهام او سؤال في المثل اللي قدامنا او في الجمله اللي قدامنا. هنا مثلا قدامنا صيغه سؤال باستخدام كي، بيقول لك ايه؟ رولي لي فراز افيك كي، يعني اربط الجمل باستخدام كي. طبعا طالما هنربط الجمل يبقى دي كي ايه؟ كي ريلاتيف، او كي اللي هي اداه الوصل او اداه الربط. ماما اشات دي فروي، ماما اشترت فواكه. لي فروي سون فري، الفواكه طازجه. ساعتها هنكتب ايه او هنعمل ايه؟ هنعمل كده، ماما اشات، ماما اشات des fruits qui sont frais. معناها يبقى كده ماما هتشتري الفواكه اللي هم طازجين، طازجة، الفواكه الطازجة، وكي دي ربطت ما بين الجملتين. تمام كده؟ وعندنا الفروي موجودة، وعندنا اللي هم فري، يعني الفعل والفعل موجودين. ماما اشترت الفاكهة اللي طازة، كي سون فري، ربطنا بين الجملتين بكي. تمام. عندنا هنا مثل تاني، j'encourage le joueur à marquer un but، يعني دلوقتي انا بشجع اللاعب اللاجع احرز الهدف او جاب جون. تمام كده؟ يبقى j'encourage le joueur qui a marqué un but، j'encourage le joueur qui a marqué un but، انا بشجع اللاعب اللي جاب جون او اللي احرز الهدف او الذي احرز الهدف. يبقى احنا كده ربطنا بين الجملتين باستخدام كي. عندنا برضو هنا منى دي روب ال سون تري شيك، يعني منى عندها فساتين هم شيك جدا، تري شيك. تمام كده؟ عايزين نربط من الجملتين، هنقول ايه؟ هنقول اول جمله هتنزل زي ما هي عادي، منى دي روب كي سون تري شيك. منى دي روب، منى عندها فساتين كي سون تري شيك، وهنشيل الال دي، يعني منى عندها فساتين اللي شيك قوي، اللي هم شيك قوي، ده المعنى. تمام كده؟ يبقى دي كده الكي ريلاتيف والكي انتروجاتيف، والفرق ما بينهم متهيالي ان هي سهله، ان شاء الله تكون سهله وتكونوا ايه؟ فهمتوها بسهوله. طيب عندنا كمان حاجه هنا اسمها الانتروجاسيون، والانتروجاسيون معناها ايه؟ معناها صيغه الاستفهام. ان احنا ممكن نعمل صيغه الاستفهام كذا شكل. ازاي؟ ودي احنا خدناها قبل كده في اساليب الاستفهام. هنا مثلا عندنا سؤال بيقول ايه؟ اسكو tu es prêt، هل انت جاهز؟ ده كده سؤال معناه هل انت جاهز. ممكن ايه tu prêt، يعني احنا هنا بدأنا باسكو وبعد كده السوجي وبعد كده الفيرب. هنا بقى بدأنا بالايه؟ بالفيرب وبعد كده السوجي وباقي الجمله مثلا. تمام؟ ده الفرق ما بينهم، ان هنا لو بدأنا بالفيرب بيجي وراه السوجي او البرونون الضمير، لو هنا بدأنا باسكو بيجي الضمير وبعد كده الفيرب. تمام؟ لازم نعرف الفرق. مثلا احمد ان كاييه، احمد معاه كراسه.
اسكو احمد ان كاييه، هل احمد معاه كاييه؟ يبقى نلاحظ ان احنا في الاول اسكو وبعد كده احمد السوجي وبعد كده في الاخر بقى الجمله. هل احمد معاه كاييه؟ احمد اتيل ان كاييه؟ هو احمد معاه كاييه؟ دي برضو اسلوب تاني ان احنا بدأنا هنا باحمد. ممكن نقول ايه؟ احمد ان كاييه، ان كاييه، وبرضو التلاتة بنفس المعنى ان احنا بنسأل هل احمد معاه كاييه. هنا كده عندنا trouve une autre forme d'interrogation، يعني شوف طريقة أخرى للانتروجاسيون. علي un billet، نفكر نقول اسكو علي un billet، دي كده أول صيغة. والصيغة التانية علي un billet، هو علي معاه بيي. يعني نبدأ الجملة باسكو يعني نبدأ الجملة تمام كده، مثلا يعني على حسب الفعل الموجود. عندنا هنا مثل بيقول إلى اون راكيت، واعمل اتنين لأسلوب الاستفهام. أول أسلوب هنستخدمه اسكو. اسكو اسكيلا اون راكيت، ده أول أسلوب. أو ممكن إيه تيل اون راكيت، ده الأسلوب التاني. يبقى احنا كده استخدمنا الطريقتين، الطريقة اللي بنبدأ بيها باسكو والطريقة اللي بنبدأ بيها بالفيرب. نفس الكلام هنا. vous avez une chambre، انتوا عندكم أوضة، هتقول اسكو vous avez une chambre، وما ننساش علامة الاستفهام. أو avez-vous une chambre، وما ننساش برضو علامة الاستفهام. والاتنين نفس المعنى، هو انتوا عندكم أوضة، هي دي الفكرة. تمام. دي مراجعة على بلوس كو وموان كو اللي هي الكومباراتيف أو اللي هي المقارنة. لو احنا عندنا مثلا هنا دي بولي فرخة ب20 جنيه، وعندنا لحمة دو لا فيوند ب40 جنيه، هنستخدم بلو كو وموان كو. لو احنا هنتكلم عن الفرخة هنقول الفرخة أرخص من اللحمة. هتقول ايه؟ هتقول لو بولي ايه موان شير كو لا فيوند. دي كده أول مقارنة، إن الفرخة أقل أو رخيصة عن اللحمة. هتقول بقى والعكس، لو أنت عايز تقول تبدأ باللحمة، طبعا اللحمة أغلى، هتبقى لا فيوند إيه بلو شير، وهتزود ليه؟ لأن لا فيوند ده مؤنث، كو لو بولي، يعني هنا اللحمة أغلى من الفرخة. علي ميزور 180 وعمر ميزور 175. علي طوله 180 سنتي وعمر طوله 175. يعني هنا علي طوله متر و80 سنتي وعمر طوله متر 75 سنتي. طيب تمام كده. تعالوا نشوف هنقارن ازاي لو هنبدأ الجملة بعلي ولو هنبدأ الجملة بعمر. لو هنبدأ الجملة بعلي، علي أطول من ايه؟ من عمر. يبقى علي ايه بلو لونج كو عمر. ولو هنبدأ الجملة بعمر هيبقى عمر ايه موان لونج كو علي، يعني عمر أقل في الطول من علي. هنا الأمثلة دي بيقولك استخدم بلوس كو أو موان كو. عندنا هنا لو فيلو يعني العجلة، ولا فواتير، ونستخدم صفة رابيد. تمام كده. لو عايزين نقول الفيلو العجلة أقل سرعة من العربية، هنقول لو فيلو اي موان رابيد كو لا فواتير. ماشي، موان رابيد أقل سرعة. لو عايزين نقول لو فيلو، لو عايزين نبدأ بلا فواتير هتبقى لا فواتير اي بلو رابيد كو لو فيلو. تمام. هنا عندنا لا كرافات ولا شميز شير. نفترض ان الشميز اغلى من الكرافات، هنقول لا شميز اي بلو شير كو لا
كرافات، يعني الشميز اغلى من الكرافات. هنا لو بالون لا بال، البالون اللي هي كرة الفوتبول، والبال اللي هي الكرة الصغيرة بتاعة الفولي بول او الهاند بول. طبعا لو قلنا ان البالون اكبر من البال هنقول لو بالون est plus grand que la balle، يعني البالون اكبر من البال. تمام كده، كده استخدمنا صيغه الكومباراتيف او المقارنه. وعندنا كمان اسئله بسيطه جدا هنعملها سوا عشان نكون خلصنا الجزئيه دي خالص. احمد est plus rapide نقط علي، على طول كده من غير ما افكر، احمد est plus rapide que علي، احمد اطول من علي. cette chemise est plus نقط que ce t-shirt، يعني القميص ده اغلى من التيشيرت، يبقى est plus في شير دي وفي شير دي وفي شير دي. طبعا سات دي هتبقى مؤنث، هنختار شير اللي اخرها او، يبقى سات شيميز اي بلو شير كو سو تيشيرت، يبقى القميص ده اغلى من التيشيرت ونختار الاو علشان دي فيمينان. نقط اونترين لو جوور، مين ده؟ طبعا سؤال هنا، وهنا معناه مين اللي بيمرن الجوار. اونترين يعني بيمرن الجوار اللي هم اللاعبين، كي اونترين لي جوار، ودي كي الاستفهاميه. نقط احمد لي ليفر، يعني احمد عنده كتب، ودي صيغه السؤال. اسكو ولا ولا كي؟ طبعا مش كي. اسكو احمد لي ليفر ما ينفعش، احمد لي ليفر هتبقى دي. احمد لي ليفر يعني احمد عنده الكتب كده. هنا كده tu vas à l'école يعني انت رايح المدرسه. كي tu vas à l'école ما تنفعش. tu vas à l'école ما ينفعش. اسكو tu vas à l'école هل انت رايح المدرسه؟ يبقى هي دي صيغه الاستفهام المناسبه. كده احنا غطينا الجزء ده، جاي في الامتحان. اتفرج على الفيديو ده واتفرج على الفيديو بتاع الفوكابولير بتاع لسبور، بتاع اليونيتي 4 الوحده الرابعه لسبور. ده كده اللي جاي في الامتحان، وهعمل ريفيزيون اخيره لما تكون الاسئله بتاعت الجزء ده اللي جاي في امتحان شهر فبراير. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير، واقول لكم au revoir.